أعزائي المشاهدين، نايف العبدلي يستاهل، طارق العبدلي أيضا يستاهل، عائلة العبدلي جلها تستاهل. للشخصيات من الشخصيات التي حضرت من دولة الإمارات لهذا الحفل، لهذا العرس، لهذا الزخم الكبير الذي حضر. معنا أحد الشخصيات الحاضرة من دولة الإمارات. أستاذي مساك الله بالخير عبر الشبكة الإعلامية. الله يمسك نور، يا حياكم الله ومرحبا فيكم. أستاذي أنت قادم من دولة الإمارات، لعلك بأن تحدث العريسين أو تقدم هدية نصيحة للعريسين نايف العبدلي وطارق العبدلي، ربما أو نريد أن تكون هدية من الإمارات. نعم، الحمد لله رب العالمين، إن وصلنا نحن هني، وما شاء الله نحن عائلة العبدلي، علي العبدلي وطارق ونايف من أهلنا وربعنا القريبين، وحنا نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله للعرسان طارق ونايف، إن شاء الله يشقون طريقهم إن شاء الله في الحياة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق الذرية الصالحة، ونشوفهم دون نسمع عنهم كل خير إن شاء الله بإذن الله. شخصية إماراتية تقدم نصيحة للشباب في المملكة العربية السعودية، الشاب اللي لم يقبل للزواج حتى الآن. والله الزواج ستر، والحمد لله يعني ديننا أمرنا بالزواج، وحصن تحصين للجميع إن شاء الله، وكل واحد إن شاء الله يعني قادر، حتى لو مو قادر يحاول، إن الزواج سترة وتبني حياتك، يعني أنت تشق حياتك وطريقك وتكمل فيها نص دينك، والذرية الصالحة تكون إن شاء الله. هذا شيء طيب، يعني نتمنى للجميع أن يدخل في هالمجال، يعني يدخل زواج والحمد لله. يعني كلمة أخيرة للشبكة الإعلامية. والله مشكورين وما قصرتوا على التغطية الحلوة، ما شاء الله يعني في كل مكان، نشوفكم في كل مكان هني، والزملاء هني كلهم ما شاء الله متفاهمين وحبوبين، وأثروا العرس، ويعني سووا جو ما شاء الله للعرس كله، يعني مشكورين، ونتمنى نشوفكم عندنا في الإمارات بعد إن شاء الله. كنت سأسألك بذلك. إن شاء الله في عرسنا هناك، ليش لا إن شاء الله بإذن الله، نشوف نحاول نسوي ترتيبات وليش لا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. يا مرحبا فيك، يا مرحبا.